كابتن ابراهيم جوهر، يعني احد سلالة جوهر في بورسعيد المتميزين اداريا. اهلا وسهلا بيك، وبنقول لك الحمد لله على السلامة من بورسعيد للقاهرة مدينة الانتاج الاعلامي. اهلا وسهلا بيك يا استاذ محمد، وانا سعيد جدا ان انا مع حضرتك ومع الكابتن حماده الزامج، علم طبعا من اعلام بورسعيد، وسعيد ان انا مع حضرتك كموسوعه طبعا رياضيه كبيره. ربنا يخليك. بنقول لك مبروك. الله يبارك مبروك في حضرتك على الفوز الغالي على المقاولون العرب والوصول لاول مرة لدور ال 16. الله يبارك في حضرتك. يعني الكابتن احمد جوهر كان قايم بحمله اسمها يلا نفرح، ونجحت الحمد لله رب العالمين باصرارنا وعزيمتنا الحمد لله. الحمد لله. كابتن حماده، يمكن قبل ما عايزك تكلمنا شويه عن الانديه الكتير اللي انت مسكتها وفي بعض العروض اللي جايه لك في الفتره اللي جايه، قول لي المريخ كسب ازاي المقاولين من الناحيه الفنيه؟ من الناحيه الفنيه انا شايف ان نادي المريخ اولا مش دي مكانته السنه دي في الدوري بصراحه. المفروض المريخ دلوقتي كان يبقى في المنافسه مع الشرقيه ودمياط. انا يعني لان انا شايف ان المنظومه بتاعت نادي المريخ بالنسبه للكابتن احمد جوهر، بالنسبه للكابتن ابراهيم، بالنسبه لمجموعه اعضاء مجلس الاداره محترمين، شباب جميل جدا، شباب بيحب النادي، داخل عشان يختم، بيفكر في مشاريع في تنميه موارد ممتازه جدا. فهو طبعا حتى السنه اللي فاتت كان معاه مدرب محترم كابتن محمد ياسين، وصراحه وصل معاه لمرحله كويسه جدا، بس ما كانش فيه نصيب معاه. السنه دي انا شايف طبعا ان هو ممكن يكون برضو ان هم مروا بمجموعه اصابات كتيره جدا الفتره دي اللعيبه، وانا شايف ان قطاع الناشئين في نادي المريخ من احسن قطاعات اللي بيطلع ناشئين بصراحه يعني. فانا بقول الناحيه الفنيه بتاعت المباراه اللي فاتت دي، انا شايف ان كابتن محمد عبد الرحمن لما جه الراجل طبعا مسك مسؤوليه صعبه بالنسبه له، وكانت طبعا يعتبر في اخر الموسم يعني. فانا شايف ان الروح امبارح كانت موجوده معانا، يعني بعض من حضرتك تشوف امبارح فرحه المريخ امبارح انا شايف الروح احمد جوهر اهو ما شاء الله يعني. طبعا يعني من الشخصيات الجميله جدا اللي هو بصراحه اللي هو راجل بيحاول يقوم بتنميه موارد نادي المريخ، عايز يوصل لنادي المريخ بصراحه بقصر يعني ان شاء الله. وانا بتمنى نادي المريخ بدايه صح من الموسم الجاي ان شاء الله في اختيار اللعيبه ان شاء الله باذن الله، وربنا يوفقه ان شاء الله السنه الجايه ويوصل لدوري ممتاز. لكن من ناحيه بعد اذن حضرتك انا شايف ان الروح العاليه اللي ظهر بيها نادي المريخ امبارح دي لو كانت موجوده في الدوري، انا شايف ان هي كانت فرقت معاه قوي 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 من بدايه الموسم. اكيد. كابتن ابراهيم، هل كنت تتوقع الفوز على نادي المقاولون العرب رغم تردي وتراجع نتائج الفريق في الدوري القسم الثاني؟ طبعا يعني احنا لو ما كناش رايحين ان عشان نكسب ما كناش رحنا، لا احنا كنا رايحين عشان نكسب نادي المقاولين. احنا واثقين طبعا في لعيبتنا وواثقين في نفسنا ان احنا كنا نكسب، الا اذا ما كانش الكابتن احمد كان اتكلم مع اللعيبه وعمل اجتماع وراح الفندق قبل المباراه بيوم وبات معاهم عشان يحفزهم. كلنا كنا واثقين على فكره حتى بعد الهدف اللي جه في الدقيقه 80 ان احنا هنتعادل، والحمد لله ربنا وفقنا ان احنا جبنا جون التعادل. احنا فرقه محترمه جدا يا كابتن حماده جدا، بس السنه دي كان بيقابلنا سوء توفيق مبالغ فيه. يمكن 5 ضربات جزاء في الدوري يضيعوا مننا في الدقيقه 80 والدقيقه 85 والدقيقه 90 مع انديه بتنافسنا زي السويس وزي الشرقيه ودمياط. كنا ممكن 15 بونت راحوا مننا بالطريقه دي على فكره. اسال حضرتك طبعا موسوعه وعارف يعني عيد مباريات المريخ مع الانديه الكبيره حتى اللي كانت بتنافسنا في المجموعه، احنا كنا متسيدين المباريات كلها، بس سوء التوفيق السنه دي كان يعني ملازم الكابتن محمد ياسين، اللي انا بالمناسبه عايز اوجه له الشكر لان هو جزء كبير جدا من تاريخ نادي المريخ. الكابتن محمد ياسين وكلاعب كمان يا كابتن، طبعا كلاعب وكمدرب. كابتن محمد ياسين يمكن هو اللي صعدنا للدور 32 السنه دي والسنه اللي فاتت لاول مره في تاريخ نادي المريخ. يعني حابب اشكره طبعا على الفتره اللي قضاها معانا، وبقول له دورك جاي معانا الفتره الجايه. يعني كابتن محمد مشي وكنا كابتن عبد الرحمن. احنا ما كناش على فكره يا كابتن رمينا الفوطه، لا احنا كنا برضو بننافس وكنا عندنا امل ان احنا نصعد، لان احنا دايما ما بنيأس، وكان باين في مباراه المقاولين العرب الاخيره باين فعلا. بس هو برضو مش عايزين نحمله المسؤوليه، المدرب كبير جه في ظروف صعبه برضو. بالمناسبه كابتن الكلام يجيب بعضه. محمد عبد الرحمن يعني واجه حظ عاثر في الشرقيه وجه المريخ ظهر، هو ظهر والفرقه ظهرت. عايزك تكلمني عن هذا التحول من الناحيه الاداريه
كابتن حماده يكلمني عن هذا التحول من الناحيه الفنيه. جميل. احنا بصينا كابتن لكاس مصر. يمكن في الدوري احنا ادينا الفرصه للكابتن محمد، هو ما وفقش في اول مباراه الشرقيه، وبعد كده كسب مباراتين واتغلب ماتش وتعادلنا ماتش، فضمننا للاسف ضمننا البقاء في الدوري بتاعنا، وبدانا ننظر لكاس مصر بقوه يعني اكتر. الكابتن محمد مدرب كبير، احنا كلنا واثقين فيه ان هو يقدر ينقل نادي المريخ بعد الكابتن محمد ياسين. من ياسين لعبد الرحمن.